تشيكن سويت اند ساور من احلى واسرع الاكلات اللي ممكن تتعمل. هنحتاج كيلو الا ربع صدور او وراك فراخ، هنتبلهم بمعلقه كبيره من الزيت ومعلقه صويا صوص وفصين توم مهروسين ونص معلقه فلفل اسود وندمجهم مع بعض ونركنهم على جنب عشان الفراخ تشرب من التتبيله. بعد كده في بولة تانية هنعمل الصوص: معلقة كبيرة عسل اسود او دبس رمان ونص كوباية من خل التفاح ومعلقتين كبار كاتشب ومعلقتين كبار صويا صوص وكمان فصين توم مهروسين وربع كوباية من عصير الأناناس. بعد كده نقلب كله مع بعض ونركنه على جنب. هنجيب طبق ونحط فيه نص كوباية من النشا وطبق تاني فيه بيضة ومبهرة وفلفل اسود، وفي طبق تاني هنحط نص كوباية من الدقيق ونتبله بنص معلقة من الملح والفلفل والبابريكا والثوم باودر ونقلب كله مع بعض. نبتدي ننزل بقطع الفراخ في النشا الاول وبعدين البيض وبعدين الدقيق، وممكن تحطي النشا والدقيق مع بعض من الاول ونبتدي نحمرهم في زيت غزير ونصفيهم على الشبكة عشان يفضلوا مقرمشين. في طاسة هننزل بشوية زيت وشوية من الفلفل الاخضر والالوان وبصلة متقطعة وقطع من الاناناس، لو مش موجود ممكن نبدله بتفاح او خوخ او برتقان، لو مفيش حاجة منهم خالص ممكن نشيلها من الوصفة. هنقلب كله كده لمدة دقيقة عشان عايزين الخضار مقرمش. بعد كده هننزل بالصوص اللي عملناه وقطع الفراخ المحمرة ونقلب. لما الصوص يغلي هننزل بمعلقة من النشا مدوبينها في مية ونقلب، ومع أول غلوة هنطفي عليه ونقدمه مع رز. يا سلام بقى لو شوية سمسم على الوش كده، بجد من أحلى وأسرع وأخف الأكلات اللي ممكن تعملوها، وهتحسوا فيها بنكهات مختلفة. وهو ده سر حلاوتها، إن فيها نكهات كتير جدا متداخلة مع بعض. ابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي بتحب السويت اند ساور.